السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الأرنبة طيوبة. طبعا انتوا عارفين ان هي عندها التهابات في الضرع. فسألت طبعا الدكتور فقال لي ان هي ممكن تكون عايزة مصل بكتير ومصل فيروسي. طبعا هديها المصل البكتيري النهاردة وهديها المصل الفيروسي بعد 15 يوم. المصل البكتيري هتاخد 2 سنتي تحت الجلد. طبعا جبت لها وجبت للأرانب التانية كمان. طبعا هديها الحقنة تحت الجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 سنتي طبعا. الموضوع تحت الجلد ده بيبقى صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تمت بحمد الله، مفيش حاجة طالعة منها اهي. يعني ايه؟ يعني الحقنة دخلت تحت الجلد، ما طلعش منها حاجة بره، الحمد لله. اهو طيوبة شقية ازاي. الحمد لله اديتها الحقنة. طبعا هندوا معزوزة كمان، هندوا معزوزة حقنة هي كمان اللي كان عندها الجرب، هندوها حقنة بكتيرية. اهي هادية خالص الحمد لله. اهي ندوها الحقنة بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفة الحقنة تطلع بره. عايزة اتأكد انها جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهي جوه الحمد لله، مفيش اي حاجة بره اهي. اهي الحمد لله. ماشي. طبعا جبنا الفتكات كمان، هنحقنوا الفتكات هي كمان زيها زيهم اهي. الفتكات من طبعها انها تكون هادية اصلا، مش عارفة هي متشقية ليه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله برضو اهو ناشف اهو، مفيش حاجة اهي. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودمتم سالمين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.